من وانا صغير وانا بتفرج على طول على افلام قتاليه. شفت الكونغ فو في افلام جيتلي وجاكي شان، شفت الكاراتيه في افلام فان دام وبروسلي، الايكيدو مع ستيفن سيجال. وكطفل عايز يقلد الابطال بتوع الافلام بتوعه، حاولت ان انا اتعلم منهم ومن مصادر تانية ازاي اقاتل. لكن في المدرسه انا وصاحبي اللي كان بيتمرن MMA بقاله شهر قررنا ان احنا نعمل قتال مع بعض عشان نشوف مين اللي يكسب. وانا كان عندي ثقه بنفسي عاليه جدا وكنت متاكد ان انا هنتصر بسهوله، لكن الصدمه ان هو في اقل من دقيقه قدر يلف وياخد ظهري ويخنقني وسلمت. مخي ما كانش قادر يستوعب اللي حصل، فقررت ان انا اشترك معاه وابتدي اتمرن MMA. وفي خلال اول شهر تمرين عرفت ايه السبب بتاع خسارتي. MMA هو مجموعه من الرياضات اللي بتختبر عمليا طول الوقت، ما هياش رياضه نظريه ما انتش قاعد بتضرب في حيطه او في خشب، لكن كل يوم بتتمرن مع خصم حقيقي. الخصم ده ممكن يكون طويل قصير تخين رفيع معضل معضم، كل انواع الناس. ده علمني ان مش كل حركه تنفع للكل، ممكن حركه تشتغل مع حد بس التاني لا. بتوريك ان انت مش هتكسب كل مره، وكل ما بتخسر بتبتدي ان انت تفكر في الغلطات اللي انت عملتها وتفضل تحسن منها طول ما انت بتتمرن وتعرف نفسك اكتر مع اشخاص مختلفين. اللي بيخلي الام ام اي مميز هو ان احنا بنختبرها كل يوم قدام ناس مختلفه، وعارفين ان احنا مش كاملين، مش عايشين في دماغنا وخلاص ومتخيلين ان احنا هنكسب اي حد هنواجهه. وده على عكس الكذب بتاع الرياضات التانية اللي زي الايكيدو، اللي بتقولك ان انت لو مسكت واحد بطريقه معينه هتطيره في الهواء.